يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. وحشتوني جدا. رجعت لكم بحاجة خفيفة كده، سمبوسك أو فطاير مقلية زي ما تسموها بقى. تنفع للمدارس، تنفع لفطار الصبح، لأكل بالليل كده لو الولاد جاعت. انتوا ممكن تعملوا منها كمية وتشيلوها في الفريزر بعد ما تقلوها، أو تشيلوها عجين. بس هي يعني لو شلتوها مقلية مش هيجرى لها حاجة. آم، المهم، دي كوبايتين دقيق بيعملوا كمية حلوة، ولا خميرة ولا أي حاجة. هنا أنا نخلت كوبايتين دقيق، حطيت عليهم رشة ملح، معلقتين زعتر مطحون، آه يعني نص معلقة بصل بودرة أو معلقة صغيرة اللي تحبوه يعني، ومعلقتين زيت. قلبت الأول كده الدقيق مع الزيت علشان دي يتشرب الزيت، وبعد كده بقى هنزل عليه بمية دافية. وطبعا احنا متفقين ان كل دقيق حسب المية اللي بيحتاجها، فانتوا هتحطوا شوية شوية. انا هنا كنت مجهزة جنبي كوباية، انا زودت على الكوباية كمان زي فنجان الشاي كده. تمام. فانتوا بتحطوا شوية شوية وبتعجنوا لغاية اما هوريكم الملمس. يعني انا زودت لها مية 3 مرات مش 3 كوبايات، يعني انا الكوباية التانية بقيت احط شوية بشوية. تمام. هتفضلوا بقى تعجنوا فيها كده لغاية اما تلم معاكوا. وبعد ما تلم معاكوا آم، هتدوسوا عليها. هوريكوا قصدي دلوقتي. كل ما تلاقوها آه، تقيلة ناشفة كده، مش زي السفنج كده، مش خفيفة، تحطوها وتزودوا لها مية تاني وتقعدوا تعجنوا لغاية اما تبقى عجينة طرية معاكوا، طرية خالص. هوريكوا دلوقتي. بصوا هنا لسه ناشفة، فزودت لها مية تاني وهبدأ اعجن تاني. وانتوا هتحسوا بقى بملمسها زي القطن كده تبقى. بصوا هنا لسه شوية برضو، فزودت لها. بصوا بقى دلوقتي وهي بتتعجن طرية ازاي، طرية خالص خالص يعني. خلاص، هسيبها بقى ترتاح. انا سبتها على فكرة لتاني يوم في التلاجة. انا حطيت، بصوا، قطن خالص، صباعي دخل جوه. سبتها في التلاجة يوم كامل. لاني كنت بعملها الفجر تقريبا او بعد الفجر، فعادي جدا مش هيجرى لها حاجه لانها مش خميره فمش هتبوظ. طبعا نسيت اصور، نسيت افتح الكاميرا وانا بفرد العجينه، فانا فردتها، هي مش محتاجه يعني. وقطعتها. دي القطع يعني، ما كانش عندي قطاعه، فجبت طبق قطعت بيه القلب ده، وكوبايه قطعت بيه الدواير دي. هنا بقى اي حاجة عندكم في الفريزر، في التلاجة. انا حطيت فلفل الوان، حطيت زيتون اسود، كان عندي جبنة تشيدر، كان عندي بيف. اي حاجة يعني، اي حاجة حطوها، موتزاريلا، اي حاجة مش هتقول لكم لا. لو عندكم اللافاشكري المثلثات اي نوع يعني، لو عندكم جبنة فيتا، لو عندكم اسطنبولي، اللي تحبوه يعني، مفيش اي مشكلة في الموضوع ده. في ناس كمان بتحشيها بطاطس مسلوقة، بس البطاطس لما بتقعد في الفريزر بتميمي كده. فاحلى حاجة بصراحة الميكس ده للفطار الصبح والجبن. اوقات بقى بعملها في رمضان وبحشيها لحمة مفرومة، العصاج، بتبقى حلوة قوي زي السمبوسك بالظبط. وانا بقليها على فكرة يا جماعة. في ناس بتحطها في الفرن، بس لما بتتحط في الفرن بتنشف. هنا دي العجينة اللي احنا بنلمها، بسيبها ترتاح شوية لغاية اما احشي اللي هم اللي انا قطعتهم، وبعد كده بفردها تاني وبقطع تاني كده يعني. كل ما اشيل بقطع تاني. المهم، هو في حبة زيت صغيرين، وبعد ما الزيت يسخن هنقليها فيها، وهنطلعها باللون اللي انا هوريها لكم دلوقتي بيه. تمام. تسيبوها بقى تبرد خالص وتشيلوها في اكياس في الفريزر، وتطلعوها قبل الاكل بشوية تهدى كده وترتاح. تحطوها بقى في الفرن، تحطوها في الميكرويف، تسخنوها شوية صغيرين. هنا بقى بعد ما اتقلت مفيش فيها نقطة زيت، والله العظيم يا جماعة بجد فظيعة، وطرية جدا جدا جدا، وخفيفة، وما بتتعبش المعدة خالص يعني. لازم تجربوها يا جماعة بجد، يعني هتعجبكم. وهتلاقوا نفسكم بقى بتقزقزوا فيها كده زي اللب، عارفين، حاجة خفيفة كده وما فيهاش اي نقطة زيت. وزيها زي البيتزا يعني، عارفين كل اللي جواها ده نفس طعم البيتزا. بجد طعمها حلو
وبجد لازم تجربوها لإنها سهلة جدًا وهتسهِّل عليكم في المدارس حاجات كتير. أوقات تلاقيهم كده علشان يهربوا من المذاكرة جعانين، طب ما دي جاهزة. وبعدين بقى ولا خميرة ولا حوار ولا تستنوا ولا بقى جو حَر ولا جو برد. هنا ده شكل القلب، أنا شايفة إن هي يا جماعة ما تدوّخوش نفسكم، خلّوها كلّها مدوّرة، ما فيش أي مشكلة خالص يعني، الموضوع أبسط من البساطة، بس هنا أنا باورّيكم قد إيه هي طرية جدًا من جوّه. وطبعًا أنا ما قطعتهاش لإني لو قطعتها كنت هاكلها. ما تنسوش بقى تقولوا لأصحابكم على القناة علشان يعملوا اشتراك وتكبر بيكم، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم في comment. باي باي.